بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم جماهير نادي الزمالك. فيديو النهارده فيديو تحليلي لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا الاسبوع الخامس للدوري المصري الممتاز 2025 بعد الماتش، ونبدأ على طول بتحليل المباراة. الزمالك بدأ المباراة يا جماعة 4-2-3-1 بتشكيل مكون من محمد عواد في حراسة المرمى، باك يمين عمر جابر، باك شمال احمد فتوح، سرد باكين الونش وحسام عبد المجيد، قدام في نص الملعب نبيل عماد دونجا 6، جنبه عبد الله السعيد 8، قدامهم 3 أحمد مصطفى زيزو 10، على يمينه مشلاك جناح يمين، على شماله مصطفى شلبي جناح شمال، قدام راس حربة وحيد سيف الدين الجزيري. بدأ الشوط الأولاني يا جماعة، بصينا لقينا أيمن الرمادي بصراحة مذاكر نادي الزمالك تماما ومتفرج على ماتش الزمالك والمصري في الكونفدرالية الأفريقية. لعيبة نادي الزمالك خط الوسط عندهم حالة يرثى لها بصراحة، الاختراقات من العمق بطريقة فظيعة. مش معقول نادي الزمالك تبص اختراقات من العمق من جميع الجهات. نادي سيراميكا كليوباترا أحرز هدف اتلغى من أوفسايد، وهدف التاني بتاع إسلام عيسى، والهدف التالت كان هيجي برضك من زلاكا لما انفرد بردك بالمرمى. طبعا مش معقول دفاعات نادي الزمالك تبقى المساحات واسعه ما بينهم قوي كده. ايمن الرمادي بصراحه مذاكر نادي الزمالك تماما وقاري الفرقه واتفرج على ماتش الزمالك والمصري في الكونفدراليه. طبعا وسط ملعب نادي الزمالك دفاعيا ضايع خالص بصراحه بسبب ضعف الارتداد من الجناحين مصطفى شلبي ومشلاك. المفروض اللعيبه وزيزو طبعا مركز 10 المفروض يرتد برضك مع عبد الله السعيد ودونجا، لان مش معقول زلاكا بيلعب على حريته خالص اكنه بيلعب بصراحه في تقسيم. انا ما شفتش بصراحه كده ان زي ما زلاكا والقندوسي عمالين بيستلموا بوشهم وبظهرهم وبالجنب وباليمين وبالشمال، ولاعيبه نادي الزمالك مستسلمين لدرجه ان احنا في بعض هجمات لقينا مثلا 4-3 من لعيبه سيراميكا على لعيبه نادي الزمالك. ولولا ان هم مثلا اتعاملوا مع الكره يعني برعونه شويه كان ممكن يعني يحرزوا اكتر من هدف واثنين. زلاكا احنا شفناه في كرة برضك عدى وانفرد وحطها برجله الشمال جت جنب القايم الشمال لنادي الزمالك. طبعا الزمالك دفاعيا كان ضايع في الشوط الاولاني. مش معقول دفاع نادي الزمالك يبقى بالحاله ديت بصراحه. احمد زيزو مش عارف، الماتش اللي فات كان مميز جدا. الماتش ده مع ان المركز ده مش غريب عليه، مش عارف، مش مظبط قوي في الماتش دوت. زلاكا بيلعب دفاع نادي الزمالك لوحده. كان ممكن سيراميكا ينتهي الشوط الاولاني 3-1 لان زلاكا جاله كوره وكوره كانت اوف سايد وجت جون برضك. فطبعا لازم جروس يفطن للحته ديت ويظبط نص الملعب شويه، يا اما يزود لاعب في نص الملعب، لان مش معقول ان القندوسي وزلاكا واسلام عيسى وبالحاج بيستلموا على اريحيه تامه. والعمق بتاع نادي الزمالك عمق دفاع نادي الزمالك مباح بصراحه. هما بيجمعوا اللعيبه في يمه في الشمال او في اليمين، وفجاه تلعب الكره في نص في القلب، يا اما كره سرور عاليه، يا اما زي اللي جه منها الجون، او بتتلعب كره في العمق للاعب بيستلم 1 2 1 3 بيخلص الكره بسرعه. فطبعا المفروض جروس يفطن للحته ديت، والمفروض اللعيبه الجناحين مشلاك ومصطفى شلبي يساعدوا اللعيبه في الدفاع شويه عن كده، لان بصراحه الزمالك كان مخترق في الشوط الاولاني. بالنسبه للزمالك هجوميا، الزمالك هجوميا مش هقول وحش بس ما لاحظتلوش فرص كتيره. كان عباره عن كلها يا اما تصويبه يا اما الكره اللي جت منها الجون. مفيش فرص كتير، بس اما انقص حاجات كتيره في الشوط الاولاني. وانتهى الشوط الاولاني بتعادل الزمالك 1-1 مع سيراميكا كليوباترا. بدأ الشوط الثاني يا جماعه. جروس ابتدى لقى في الشوط الاولاني زي ما احنا اتكلمنا اتخذ منه نص الملعب. سحب مشلاك من الجناح اليمين ودفع بمحمد شحاتة لعبه في نص الملعب. بالتغيير ده يا جماعة زي ما احنا اتكلمنا في الشوط الأولاني الزمالك مسك نص الملعب، ابتدى سيراميكا كليوباترا يتراجع للخلف ويبتدي يلعب على الهجمة المرتدة السريعة. كان واضح من بداية الشوط الثاني إن سيراميكا خلاص مش في دماغه أصلا الفوز. هو كان في دماغه والله خطف هجمة مرتدة ماشي، ما خطفش ما فيش أي مشكلة. الزمالك مسك نص الملعب صحيح وابتدى ينقل كرة شمال ويمين، إلا إن سيراميكا كليوباترا ما كانش في دماغه إن حتة الاستحواذ لنادي الزمالك في الشوط الثاني. هو كان بيلعب على الهجمات المرتدة. نزل المخزون البدني لزلاكا
والقندوسي قل في الشوط الثاني وبالحج. طبعا الزمالك ده ادى اريحيه لنص الملعب. الزمالك لاحت له عدة فرص في الشوط الثاني، بس طبعا كل الفرص اللي لاحت لنادي الزمالك ما قدرش يستفيد بيها. كرة جت لعبد الله السعيد شوطة جت جنب القائم اليمين، وفي الكرة اللي حصل فيها دربكة شمال ويمين واتلعبت وبسام أنقذها. الزمالك لاحت له عدة فرص في الشوط الثاني، لكن ما قدرش اللعيبة يستثمروها. لعيبة نادي الزمالك مهاجمين نادي الزمالك، نزل ناصر منسي ونزل ناصر ماهر طبعا، وطلع تاني ناصر ماهر. واحنا قلنا اتكلمنا على ناصر ماهر ان هو لو مش جاهز بنسبة كبيرة، جات له كورة انفراد برضك ناصر ماهر لعبها خارج على شمال بسام بعيد عن العارضة برضك. احنا قلنا اللاعب لو مش جاهز من الناحية الطبية ما ينزلش، الا انه نزل وحس بتقل في العضلة برضك بعد ما نزل وطلعه جروس. طبعا الزمالك احنا بنتكلم بنقول الماتشات ديت اصلا ماتشات اللي هي نص فرصة، ان انت مثلا من نص فرصة لو ما استثمرتش يعني مش هتحقق المطلوب من المباراة. في ناس هتقول لك يا عم طب ما هو سيراميكا ما هو جاله زلكا جاله والقندوسي جاله كرة في القايم وكرة قصدي في العارضة وكلام ده ماشي، ما اختلفناش، ما هم ضيعوا واحنا ضيعنا. فهو الفرق الكبيرة المفترض ان انت نص فرصة لازم تخلص كور ديت، مش محتاج ان انت، ما هو انت لو ضيعت الكرة دي خلاص هي الكرة دي بجون خلاص يبقى 2-1. فالزمالك بصراحة ضيع فرصتين ثلاثة اللي جوله في الشوط الثاني، وسيراميكا ضيع الكرة برضك، كرة في العارضة، وكرة زلاكا برضك لعبها اللي عملها تشيب دي وجت جنب العارضة برضك جنب القايم. فطبعا الزمالك يعني ما اداش المطلوب منه بصراحة. الماتش ده أقل من مباراة المصري مع اختلاف الفرقتين يعني، فالنتيجة تعتبر عادلة وهارد لك لنادي الزمالك بصراحة. مع على قد ما كده ما عجبنيش الزمالك في المباراة ديت. ده حاجة. الحاجة التانية بصراحة الحكم اللي اسمه أمين عمر ده متحفز جدا، مش عارف ليه بطريقة غريبة كده. في كور كتيرة بتتعمل تاكلينج على لعيبة نادي الزمالك وضرب في الأنكل ودوس على الرجل وكلام من ده. بحس إن هو متحفز ما بيديش فيها إنذارات، ومتحفز كده على نادي الزمالك. مش عارف ليه ماله كده تعبان هو بيحكم كده، وتلاقي جازز على اسنانه في الكور اللي ضد الزمالك، كأنه يعني عايز يحسب اكتر من كده. بصراحة لازم المفروض يكون فير اكتر من كده، وحتة الانتباهات عنده دي يشيلها شوية على جنب اذا كان عايز يحكم يعني ويكون حكم كويس يعني. وده كان تحليل بسيط لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا. انا بقى ما اقدرش اقول النهارده لك نادي الزمالك في المباراة ديت ولو انه برضك ما اداش المطلوب منه. مش هقدر احكم على جروس لان طبعا المباراة قوية، وفي نفس الوقت هو لسه ماسك بقاله يومين فمش هيقدر يعمل اكتر من كده. بالتوفيق لنادي الزمالك في المباراة القادمة ان شاء الله. وده تحليل المباراة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.